تفتكر الناس لو شافتك على حقيقتك من غير فلتر ومن غير مجاملة ومن غير تمثيل كانوا هيفضلوا يحبوك ولا كانوا هيمشوا؟ الحمد لله إن في حد ساترك ومش بيكشفك. السلام عليكم يا جماعة، أنا حسن ودي لحظة جديدة، لحظة بنتكلم فيها عن نعمة محدش بياخد باله منها، مع إنها ممكن تكون اللي منجية ناس كتير من الضياع. النهارده هنتكلم عن كلمة خفيفة بس وراها لطف رباني، وهي الستر. جهز فنجان القهوة الرايق أو مشروبك المفضل وبينا نستمتع. كم مرة غلطت وربنا ستر عليك؟ كم مرة كنت هتتفضح بس حصل ظرف خلى الموضوع يكون خفي؟ كم حد حواليك بيضحك وهو جواه هم لو الناس عرفته ممكن يبعدوا عنه؟ يا بخت اللي ربنا ستر وساكت عن عيوبه وسايب ليه فرصة يتغير من غير فضيحة. احكي لك قصة من الواقع. مرة شاب عمل غلط كبير وكان فاكر ان كل حاجة خلاص راحت، لكن ربنا ستره ومحدش عرف. بعدها بكم شهر اتغير تماما، التزم وبدأ يشتغل ويساعد الناس. وهو قال لي لو كنت اتفضحت ما كنتش هقدر اقف تاني قدام اي حد. الستر مش بس حماية، الستر فرصة جديدة. المعنى ربنا ما بيحبش يفضح عباده حتى لما نغلط، بيمهلنا ويدينا وقت علشان نرجع له. بس المشكلة إن في ناس بتفضح بعض وهي مش ملاك. بلاش نكشف ستر بعض علشان محدش فينا ضامن نفسه. يمكن اللي بتضحك عليه النهارده تكون انت مكانه بكره. خليك تدعي دايما وتقول اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. وعايزك ما تكونش سبب في فضيحه حد حتى لو غلط، لان كلنا بنغلط تلقائي، بس مش كلنا بنتفضح قدام الناس. كلام لو دخل قلبك شارك الفيديو مع اي حد نفسك تقول له ربنا ساترك وبيحبك، واكتب لي تحت في الكومنت ايه اكتر مرة حسيت فيها ان ربنا ستر عليك. ولو وصلت لحد هنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان الجايات احلى، ولسه في كلمات هتغير فيك حاجات كتير. انا حسن ودي كانت لحظة جديدة، بس لو وصلت خليها دعوة. يا رب استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. سلام واشوفكم في اللحظة الجاية.